خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دائما عبد الرحيم، قناة الجالية العربية. اليوم في هذه الحلقة عندنا لكم مواضيع غنية ومتنوعة. أول حاجة الموضوع 4 مواضيع مهمة. أول حاجة ألمانيا تطلب تفعيل البند رقم 25 من المعاهدة ديال شنغن، وهذا البند راه خاص بالأجانب، غادي نشرحه لكم. كذلك عاجل مطلوب 1000 سائق الرخصة ب غير الرخصة ب في إيطاليا، غادي نشرحه لكم اشنا هما الشروط وكذلك طريقة تقديم الطلب، وعاجل لأنه راه آخر أجل لتقديم الطلب نهار 25 في شهر 9. ثالثا غادي نتكلموا على واحد التصريح غير مسبوق للبابا فرانشيسكو. لما كان في الطائرة داروا معه واحد استجواب وسألوه بخصوص الرئيس الأمريكي القادم، والجواب صراحة كان صادم. وفي الأخير ردوا بالكم، راه تم إلغاء 2 ديال طلبات اللجوء لديال 2 المغاربة بسبب المستعجلات ديال المستشفى. إذن هذا الفيديو فيه أشياء كثيرة تنويرية ومهمة، إذن ما عليكم إلا تتبعونا، غادي نشرحوا كل هذه المعلومات كاملة. بعد الفاصل سنواصل. أول شيء ألمانيا يعني تتعلم المفوضية الأوروبية أنها غادي تفعل المادة رقم 25 الفقرة 4 من قانون شنغن. وعلاش تتنص هذه المادة؟ تتنص بأنه أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي تتعرض لتهديدات متوقعة سواء في الإرهاب أو في حاجة غادي تخلق واحد الخراب ولا البلبلة في الدولة ديالها، راه دولة اللي عندها هذه المشاكل تطلب تفعيل البند المادة رقم 25. وكذلك راه من غير ألمانيا حتى هولندا نفس الشيء، حتى هي طلبات التفعيل ديال هذا البند، خاص دائما بالأجانب لأنهم بغاو يهجروا الأجانب، يجريوا عليهم اللي ما عندهمش حتى شي فائدة. وهنا راه اش يقول هذا البند؟ في حالة وجود واحد تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء في المعاهدة ديال شنغن، فإنه عند الحق الدولة أنها تطلب واحد، يعني ما نقولوش غلق الحدود، ولكن المراقبة ديال الحدود. ما غتبقاش انت تدخل ألمانيا وتخرج بحال هذه، جي من فرنسا جي من أي دولة تدخل وتخرج، لا، أصبح غادي تدخل وتخرج غير عن طريق الجمرك ديالهم، الديوانة ديالهم، وغادي يكون المراقبة والإقامة والأوراق وأشياء أخرى، يعني وكأنك داخل لدولة خارج الاتحاد الأوروبي. وهنا هذا البند راه عندك الحق، عند الدولة الحق أنها تفعله لمدة 30 يوم، ولكن إذا كان الأمر أخطر ومازال ما وصلوش الأهداف اللي باغين يوصلوا لها، ممكن أنه يوصل إلى حدود 6 أشهر. إضافة إلى هذا أنه ألمانيا قالت بأنه إذا ما قدراش أنها توصل، يعني أنها تأمن في داخلها والدولة ديالها، تعطي واحد يعني تحارب كما قالت الوزيرة ديالهم أنها تحارب الإرهاب الإسلامي، يعني غير المسلمين فقط، يعني تحارب الإرهاب الإسلامي. علاش؟ لأنه هما الأغلبية ديال الأجانب اللي تيديروا المشاكل بالنسبة لهم هما. وهنا قالت راه ممكن أنه يتم تفعيل حتى البند رقم 29، وهذا البند على ماذا ينص؟ دائما في المعاهدة ديال شنغن ينص على أنه يجوز تمديد المدة ديال إغلاق الحدود والمراقبة لمدة 2 يعني هنا كما تنقولوا المعاهدة ديال شنغن والاتحاد الأوروبي راه بدات ألمانيا، وها هي هولندا. إلا بداو دول أخرى راه غادي تكون ممكن تكون أمور أكثر معقدة بالنسبة للناس اللي تيمشيو من دولة إلى دولة بدون مشاكل. غادي نمشيو للموضوع الثاني. الموضوع الثاني كما قلت لكم عاجل، راه كاين يعني مطلوب 1000، وهنا راه غادي نحط لكم كما تنعودكم دائما من الوزارة. شكون هي الوزارة؟ هي وزارة العدل الإيطالية، تطلب 1000 سائق. وهنا السائق راه غير رخصة ب، ولكن ولو أنه رخصة ب راه كاينين مجموعة من الشروط.
وهنا شروط ما غنقولش سهله ولكن ماشي معقده، ويعني ممكن يوصل لها اكبر عدد ممكن من المهاجرين، سواء مغاربه او مصريين او تونسيين او اي دوله من كل الدول اللي موجوده هنا في ايطاليا او مقيمين هنا في ايطاليا. اذا اول حاجه راه اخر اجل لقبول الطلب هو 25 في شهر 9 2024. اذا ما هي الشروط وشنو هي طريقه تقديم الطلب؟ اول حاجه الشروط انه تكون عندك رخصة السياقة بي، وتكون على الأقل دازت فيها 3 ديال السنوات، يعني تكون الأقدمية ديال السياق رخصة السياقة تكون واخدها 3 سنوات سبقت. وحاجة أخرى اللي مهمة أنه أنت ما خصكش تكون درتي بها مشاكل، يعني ما يكونش يسحبوا منك رخصة السياقة بسبب مثلا تناول المخدرات ولا تناول الكحول ولا هذا. واهم شيء في الموضوع انه يكون البونتي، يعني النقاط اللي عندك اللي باقين في رخصة السياقة يكونوا 18 نقطة فما فوق، ما يكونوش اقل من 18. اذا كانوا اقل من 18 ما غاديش تقبل منك الطلب. وهنا راه اشنا هي هذه المهنة اللي غادي انت تقدم عليها الطلب وتدوز عليها واحد الامتحان. هنا راه الامتحان غنشرح لكم كيفاش. اذا باش تدوز هذا الامتحان يعني اول حاجة 1000 شخص رخصة السياقة من أجل نقل الأشخاص، يعني هذوك السيارات ديال 12 راكب اللي مسموح بهم للناس اللي عندهم البي، وكذلك لنقل الأشياء أو البضائع دائما ديال الوزارة أو نقل ملفات ولا هذا. المهم غادي تخدم سائق، واللي أهم في الموضوع أنه بعقد دائم كونتراتو انديترميناتو، يعني مع الدولة مضمون، يعني 100% ما عندكش إشكالية. كذلك اشنا هو الشرط الثاني انه تكون عندك شهادة البكالوريا في ايطاليا. وإلا كنتي من الناس اللي عندك شهادة البكالوريا ماشي في ايطاليا وانت مقيم في ايطاليا ما كاينش اشكالية. اهم حاجة ان تكون هذيك الدولة ديالك عندها الحق انها دير المطابقة ديال شهادة البكالوريا هنا في ايطاليا. مثلا المغرب راه عندهم الحق انه يجيب لك شهادة البكالوريا يدير لها لابوستيل في الوزارة ديال التربية الوطنية ويجيبها هنا ويمشي، كاين واحد المكتب خاص في روما وغادي يدير لها المطابقة، وهنا تتبدا هذيك رخصة، يعني الشهادة ديال البكالوريا حتى هي معترف بها هنا في إيطاليا. كذلك حاجة مهمة أنه يكون في آخر هاد 3 سنوات ما يكونش سبق سحبوا منك الرخصة لسبب ما. إلا كان ما سبقلكش تسحب الرخصة ما عندك حتى شي مشكلة. إضافة إلى هذا تطلبوا منك يعني السيرتيفيكادو بينالي، واش عندك سوابق عدلية ولا لا. إلا ما كانش عندك سوابق راه ما عندك حتى شي إشكالية. إلا كان عندك سوابق راه لن يقبل الطلب ديالك بلا ما تقدم وتمحن. وإضافة إلى هذا قال لك أن الشخص اللي غادي يكون يتمتع بلياقة بدنية عالية، يعني يكون إنسان عادي طبيعي سواء لياقة بدنية أو حتى يعني لياقة عقلية، يعني يكون إنسان سوي ما عندوش مشاكل، ما تتبعش مع الطبيب، ما عنده حتى شي إشكالية. إذا هنا تنمر لتقديم الطلب. تقديم الطلب راه يعني سهل، غادي نحط لكم الرابط المباشر في صندوق الوصف، غادي تدخل على الرابط وغادي أهم حاجة الشرط يكون عندك سبيد، لأن بالسبيد تدخل تتعمر المعلومات ديالك فقط وتدير انفيا كانديداتورا، لأنه كما تتشوفوا أنه كاين أشياء خاص غير الناس يتبعوها شوية بشوية. وحاجة أخرى اللي طالبين الناس اللي شادين البكالوريا هنا لا ماتوريتا في إيطاليا واخدين بنقاط كثيرة راه غتكون عندهم الأسبقية، يعني واحد إلا واخدها ب100% مثلا شنطولودي غتكون عنده الأسبقية على الباقين. علاش؟ لأنهم تيحدوا واحد المجموعة ديال النقاط على حسب اللياقة البدنية ديالك، وعلى حسب الدبلوم لا ماتوريتا اللي عندك، وعلى حسب رخصة السياقة شحال ديال البونتي فيها النقاط، تيجمعوا كل هادو وتعطيوك واحد البونتاج، واحد التنقيط عادي. إضافة إلى هذا تيديروا واحد الامتحان كتابي. اشنو هو الامتحان الكتابي؟ ماشي تيعطيوك ورقة وتكتب، لا، تيحطوا لك واحد الكمبيوتر وتيبداو يعطيوك واحد الأسئلة باش يشوفوا انت كيفاش غادي تجاوب وكيفاش هذا. يعني راك غادي تخدم سائق مع وزارة العدل،
يعني ممكن غتقدر تنقل السجناء، ممكن غتقدر تنقل البضائع، الاوراق المهمه. اذا خاصهم يعرفوا الحاله ديالك. والثاني الامتحان الثاني الا تجاوزت الامتحان الاول غادي يدوزوك للبراتيك. البراتيك يعني غادي يدوزوك تسوق يعني السياقه باش انهم يتاكدوا منك بانك انت ما عندك حتى شي مشكله في السياقه. يعني هذو جوج ديال الاشياء بسيطه. كذلك واحد الحاجه مهمه، الناس اللي عندهم رخصه السياقه دي حتى هما غتكون عندهم الاسبقيه ولو انها غير مطلوبه وماشي شرط، ولكن اذا كانوا مثلا 2000 واحد ومن ديك ال 2200 عندهم رخصه بي وعندهم حتى رخصه دي، غادي وكان عندهم توفرت فيهم الشروط الاخرى، غادي يكون عندهم هما الاسبقيه حتى هما باش يهزوهم. علاش؟ لانه ممكن واحد النهار غيحتاجوا رخصه دي ولا هذا، غادي يصيبوا ديجا عندهم واحد ال 200 سائق ولا هذا متوفرين عندهم. وكما قلت لكم تقديم الطلب في الموقع مباشره، غادي نحطوا لكم في صندوق الوصف. اذا غادي نمروا للموضوع الثالث، كما قلنا تصريح غير مسبوق للبابا فرانشيسكو. يعني بابا فرانشيسكو كان في زياره لمن لسنغافوره، ولما كان راجع دار واحد اللقاء صحفي في الطائره. يعني وفي الطائره دار لقاء صحفي، وتم الصحفي سولو قال لي سياده البابا احنا بغينا تعطي واحد النصيحه لكل المسيحيين الموجودين في امريكا الى بغاو يصوتوا على الرئيس القادم ديال امريكا، شكون في نظرك اللي غيقدر يكون اهل وانت اللي يعني تتشجعهم انهم يصوتوا عليه؟ هذا السؤال ديال الصحفي. اذا اشنو جاوب البابا؟ يعني شو الجواب؟ كيفاش؟ جوج كلمات، قال لهم الذي يرمي المهاجرين بعيدا او الشخص الذي يقتل الاطفال. قال لهم شكون اللي بغيتوني نقول لهم يختاروا؟ واش هذاك اللي تيجري على المهاجرين تيرسلهم برا البلاد، ولا هذاك اللي تيقتلوا الاطفال يعني تيقصد على غزه؟ يعني قال لي الصحفي ما فهمش، اشرح لي اكثر. واضاف قال لي الامرين واضحين، قال لي واحد فيهم يعني هنا تيقصد هو ترامب ولا الهاريس. قال لهم واحد فيهم تيرسل المهاجرين وتيدير تهجير المهاجرين بعيدا، قال لهم هذا راه شر. وقال لهم اما الثاني يعني تيقصد في الثاني الذي يقتل الاطفال او يرسل طفل بعيدا عن الام ديالو، عن رحم الام ديالو، قال لهم حتى هذا شر. اذا قال لي الصحفي واذا اشنو يعني المغزى من هذا الرساله؟ قال لي شوف كيفاش يعني الجواب اللي عطاه في الاخير، قال لي خاص هذوك الناس يعني يختاروا ما بين اللي هو اقل شرا، يعني ما بين الاثنين اللي هو اقل شرا، سواء تلك المرأة او ذلك الرجل. يعني شوف الجواب كيفاش قال لهم. انا من وجهة نظري انا يعني غنسألكم واحد السؤال لكل المتتبعين ديال قناة الجالية العربية، يعني اشنا هي النصيحة ديالكم للمسلمين اللي في امريكا على من يصوتوا حتى هما؟ بالنسبة للموضوع الرابع، وهنا هذا في ايطاليا ردوا بالكم جدا. علاش؟ لانه كاين بعض السلوكات لبعض الاشخاص تتخليه في واحد اللحظة ديال الغضب وواحد اللحظة ديال التهور تيجني على حياته وعلى المستقبل ديالو كامل، مع العلم انه كان يعني في واحد المكان اللي غادي يطور من نفسه واللي ممكن يوصل لواحد الحياة افضل. اذا هذا موقع لواحد جوج المغاربة، واحد العمر ديالو 37 سنة، كان مريض يعني شدوا مغاص في المعدة في الكرش البطن ديالو، مشى البرونتو سوكورسو ديال مستشفى سميتو سان موريتسيو في بولزانو، وتم يعني راكم عارفين انه ملي تمشي للمستعجلات في ايطاليا كاينين الكوديشي روسو، الكوديشي جالو، الكوديشي بيانكو. يعني اللي عنده كوديشي روسو هو اللي عنده الاسبقيه، ومن تنقولوا كوديشي روسو هو داير حادثه، عنده الدم، يعني عنده شي حاجه اللي خطيره، هذاك تيسبقوه هو الاول. وكاين الكوديشي جالو اللي عنده الحاله ديالو اخف، وكاين الكوديشي بيانكو هو اللي الحاله ديالو عاديه اللي هي كما ديال هذا الشخص. يعني انت عندك واحد المغاص في البطن وعندك هذا، يعني تيسبقوا الناس اللي عندهم الاسبقيه وعاد باش يوصلوا لك. اذا هذاك الشخص بقى تيتسنى بزاف، تعطل يعني وهو ضراته كرشو. اشنو دار يعني هذا على حسب كلام
ديال الكويستوري ديال بولزانو وديال الشرطه هناك ملي داروا المحضر انه تظاهر بالسقوط، يعني طاح تما في المستعجلات وقال لهم ضرتني كرشي وهذه جا صاحبه مول 29 سنه تعيط لهم وتيدق عليهم، هذاك مشى يحبوا على رجليه. هذا اللي دار بانه هو راه محن بزاف. جاوا الفرمليات هزوه حطوه في هذاك الكرسي وبدا تيعاير فيهم، بدا تيقول كلام اللي ما هواش، لا هو لا الصديق ديالو. اذا اوتوماتيكيا باش نفهمكم هذه الحاجه، يعني كاينين الناس في المستعجلات وخدامين يعني في دوريات في الليل ولا هذا، راه اي واحد غادي يضطر يقول كلام ساقط ولا هذا، وخصوصا من بعد الحادثه اللي وقعت ديال 40 شخص تعداو على واحد الطبيب وثلاثه الفرمليات لانهم كانوا يعني داروا واحد العمليه وما نجحتش، ومات هذاك يعني الشخص اللي من العائله ديالهم وتعداو عليهم كثير. اذا ولا في كل المستعجلات يعني ابسط مكالمه تيجيك الشرطه، وفعلا راه كاينين تما، كانوا تما في عين المكان، جاو تيجري تم يعني القبض على الاثنين. الاول هذا حطوه في العنايه لمده 5 ايام لحد ما داروا ليه كل يعني الاجراءات على، وكان قالوا بانه عنده غير مشكله في المعده، على حسب كلامهم قالوا بانه ما عندوش واحد الخطر كبير، ولكن شدوه بالرغم من هذا، شدوه 5 ايام ودواء وكل شيء. والمشكله ديال هاد جوج الاشخاص انهم عندهم مقدمين طلبات اللجوء، هما ملي جاو يقلبوا عليهم يشوفوا كيفاش السيره الذاتيه ديالهم تما، لقاو بانهم متورطين في سوابق اخرى، يعني في حاجات اخرى ديال الممنوعات. اذا هنا اشنو داروا؟ لقاوهم يعني تقول لهم انتم طالبين اللجوء وتتاجروا في الممنوعات وتديروا المسروقات وزايدين دايرين حتى الفوضى. اذا السينداكو ديال بولزانو طالب على اساس بانه خاصو يتم الغاء طلب اللجوء لهذا الناس، وفعلا هذا ما تم الفعل ديالو من طرف الكويستوري، انه تم داروا واحد البروسيديمنت على اساس انه تم الغاء هذيك الطلب اللجوء ديالهم. وهنا راه كاين الناس كثيره تقول كودي ما يمكنش لا، راه اوروبا اصبحت تلغي طلبات اللجوء بحكم موقع في المانيا اللي لغاو يعني شحال من افغانستان ديال افغانستان راح حلوهم مباشره ولو عندهم طلب لجوء سياسي. اذا هنا تا ايطاليا راه بداو تيديروا هذا الشيء وخصوصا في الشمال. اذا الناس ردوا بالكم وضبطوا النفس ديالكم، يعني ما تحتاج توصل الانسان غير شويه الصبر راه غادي يوصل اللي بغى. اما الفوضى راه دائما تديك غير الهلاك. اذا اضطروا اشنو داروا لهم؟ داروا لهم طلب ديال الالغاء، لان الكويستوري هنا دار الطلب ديال الالغاء وفعلا تم التفعيل ديالو. وهنا قالوا بانهم دابا راه تيتم الاجراءات على انهم يتم الطرد ديالهم، يعني يبعدوهم، يا اما غادي يديروا لهم اسبولسيوني مباشره للمغرب، يا اما غادي يديروا لهم لانطامنت، يعني غيبعدوهم سير انت ما فوت ايطاليا وسير فيما بغيتي. علاش حنا الانسان غيوصل لكل هذه المشاكل مع العلم انه بالامكان ديالو؟ شوف جيتي متضرر اصبحت انت هو لصاحب الضرر. اذا الواحد دائما ضبطوا النفس ديالكم، ماشي غير للناس اللي طالبين اللجوء، حتى للناس العاديين. كاين الناس اللي تيمشي تيتضارب تيدير، كاين اللي تيطلع عليه الدم بالزربه. حاولوا تضبط النفوس ديالكم، راه ان شاء الله اي حاجه راه غير الصبر، اي حاجه تتقضى، لانه كما تيقولوا راه كاع الابواب عليها الزحام الا باب الصبر دائما خاوي، ما كاين حتى شي واحد. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكون وصلنا للمعلومه للاخوان والاخوات ودالوا على الخير كفاعله. تنتمنى من الله سبحانه انهم بارطاجيو هذا الفيديو مع الاخوان والاخوات ديالكم باش تعمل فائده للجميع، وما تنسوناش باللايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.